السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عارفة إن دلوقتي أذان المغرب هيدن، بس أنا جاية لكم بصراحة كبشرة كده. وأنا قاعدة كده مركزة افتكرت آية جميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لك من الأمر شيء. الآية دي قد إيه مطمئنة. الآية دي في سورة آل عمران، نزلت على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي بعد غزوة أحد عشان تطمن النبي. وكمان الآية دي أنا لقيتها رسالة اطمئنان لينا كلنا. أنا عارفة إن دلوقتي أذان المغرب، وإن شاء الله الرسالة دي توصل لكم واللايف ده يطلع لكم كلكم. وخليكم فاكرين ليس لك من الأمر شيء. الرسالة دي ما كانتش بتطمن سيدنا محمد بس، دي بتطمننا كلنا. انتوا عارفين القرآن جاء لينا رحمة للعالمين، والنبي جاء رحمة للعالمين. صلوا على النبي. عايزة أقول لكم بقى، مش كل ظلم هناخده بإيدينا. كل واحد اتظلم مش هياخد حقه بايده. مش كل حد اذاك هتنتقم منه. والله العظيم الرساله دي ليكم بجد اصحاب الابتلاءات. والايه الجميله اللي جات لنا في سوره البقره، لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. انتوا خدوا البشرى دي مني النهارده بالله عليكم. ليس لك من الامر شيء. والله العظيم مش كل ظلم هنرجعه بايدينا. لا والله العظيم مش هنجيب حقوقنا بايدينا، ولا حد اذانا هنرجع الحق بايدينا، ولا ننتقم بايدينا. في حاجات كتير ربنا شايلها لينا. ربنا احنا مأمنين ان ربنا قادر على كل شيء. والنهارده الرساله لينا، ربنا هو العدل، هو العالم، هو القادر. الحاجة اللي هتخرج عن السيطرة ومش هنقدر نتحكم فيها، ولا هنقدر نجيب حقوقنا فيها، افتكروا دايما ليس لك من الأمر شيء. خلوا الآية دي عندكم في دماغكم دايما. كل ما تتزنقوا خالص وتتقهروا خالص وتتوجعوا خالص، افتكروا الآية دي طبطبة ربانية جت لسيدنا محمد بعد غزوة أحد عشان ربنا طمنه. نزلت عليه الآية الكريمة دي في سورة آل عمران، ليس لك من الأمر شيء. واحنا كمان هنقتدي بسنة نبينا ان الآية دي طمنته، واحنا كمان الآية دي هتطمنا. لما نتقهر في الابتلاء ونتوجع قوي ونحس ان احنا الدنيا مقفولة والابواب تتقفل والطرق تتسد والناس يسيبونا، افتكروا الايه دي ليس لك من الامر شيء. ربنا هيرجع حقوقكم. ربنا هو المنتقم الجبار، هو العدل، هو اللي عالم بالمكر اللي بيتكاد لكم. والله انا بقول لكم الرساله دي وانا الايه دي حطاها في قلبي وعقلي ودايما قدامي. لما بحس ان انا هنهار اتوجع، كل حاجه اتقفلت، ليس لك من الامر شيء. اهدي اطمن قلبي، ليس لك من الامر شيء. دي ايه اطمئنان للنبي عليه افضل الصلاه والسلام، مش لينا بس. الاذان المغرب هيدن، وافتكروا دايما الكلمه دي والايه الجميله دي، ليس لك من الامر شيء. اتقهرتوا، اتوجعتوا، اتخنتوا، ابتلاءكم في اشخاص بعد عشره عمر وسابوكم، والله العظيم ليس لك من الامر شيء. ربنا عالم بالمكر اللي بيمكروه ليكم. ربنا عالم انهم ناس مؤذيه، عشان كده ربنا خلاهم يخونوكم. والكسره تيجي منكم. انتوا اتكسرتوا مش عشان خاطر انتوا وحشين. انتوا اتثبتوا مش عشان خاطر انتوا عندكم نقص. لا 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 لا، بالعكس انتوا حلوين. ربنا شافكم حلوين جدا. ربنا عالم، شاف المكر، شاف المكايد اللي بتتكاد لكم. ليس لكم من الامر شيء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.